جروب أسراوي بالتعاون مع جروب ستيلانتس قدموا العربية الكهربائية الجديدة ستروين ايمي باجي في السوق المصري. الفكرة من العربية دي إنها حل عملي وسريع للتنقل في المدن، وكمان صديقة للبيئة عشان تناسب الشباب اللي عاوزين توفير حقيقي وحلول عملية. العربية دي من نوع مايكرو كار، يعني صغيرة جدا وخفيفة، وبتتميز بتصميمها المفتوح اللي يقدر يبقى بدون أبواب أو سقف عشان الجو الحلو والهواء النظيف اللي عندنا. كرسيين بس، يعني مثالية لأسرة صغيرة أو اتنين أصحاب. محرك كهرباء بقوة 8 حصان، وسرعتها القصوى 45 كيلومتر ساعة، مناسبة للزحمة في المدينة. فيها بطارية ليثيوم بتوصل ل 75 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وبتشحن بالكامل في حوالي 4 ساعات. العربية خفيفة جدا، وزنها 470 كيلو جرام، وعجلاتها مقاس 14 155 65، وكمان فيها إضاءة ليد قدام وورا. التصميم بتاعها مختلف وجريء ومناسب للي بيعشقوا العربيات الستايل الشبابي. مين اللي هيناسبهم العربية دي؟ الشباب اللي عايزين مواصفات حديثة والسعر معقول، واللي بيدوروا على مواصلات عملية في المناطق الزحمة أو حتى في المجتمعات السياحية زي الساحل والمنتجعات والكومباوندات. يعني ممكن نعتبرها موتوسيكل أو سكوتر آمن لفردين. السعر في مصر 585 ألف جنيه مصري، بس كده.